بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. اليوم وصفتنا الكيك الشاي أو الكيك العادي، لكن هذه يعني كيكة شبه إسفنجية رغم أن 3 بيضات فقط. مثل ما شفنا 3 بيضات، نعزل الصفار عن البياض، بالإضافة إلى نكون مجهزين كوب حليب و3/4 كوب زيت و3 كوب طحين، كوبين سكر. نخلط بياض البيض حتى يتكون عندنا شكل كريمة. مثل ما تلاحظ هذا الخلط السريع. ومن ثم نخلط صفار البيض، ملعقة فانيلا، ملعقة شاي أو ملعقة صغيرة فانيلا، إذا كانت سائل نفس الكمية. بعد خلط صفار البيض مع الفانيلا، قشر برتقال نبرش، وإذا لم يتوفر فيفضل أن يكون هيل مطحون بشكل ناعم حتى يقضي على زفرة البيض. أثناء الخلط نضيف الكوب الأول من السكر، ونضيف 3/4 كوب زيت. ننتظر لحد ما يتجانس الخليطين، ثم نضيف الكوب الثاني من السكر. نستمر بالخلط حتى نشعر بإذابة السكر نهائيا. نضيف الخليط الأول اللي شكلناه من بياض البيض، ونستمر كذلك بالخلط. استعانة بالخلط اليدوي، لأن سماكة السكر مع الزيت قبل استخدام الحليب. نستخدم نصف كوب لحد ما يخف الخليط، يكون خفيف على الماكينة حتى يذوب السكر بشكل كامل. بيكنج باودر ظرفين. بعد نخلط طحين 3 أكواب، يكون البيكنج باودر مع كل نخلة كوب. استخدم الخلط اليدوي مع إضافة الكوب الأول من الطحين، ومن ثم الكوب الثاني. إذا صار سميك راح نضيف ما تبقى من الحليب.
هذا الكوب الثالث راح نضيفه إلى الخليط. أكيد راح يكون الخليط أثخن مما كان. إذا كان ثخين تقدر تخففه بإضافة حليب، عادي يكون كوب وربع أو تكتفي بالكوب. هنا العجينة مع الظرفين البيكنج باودر والخلط المستمر يعني بدت خفيفة جدا، شوفها كأنها خليط كيك اسفنجي. نجهز القالب والفرن بيكون حامي على درجة 180 أكيد. ندهن القالب بقليل من الطحينية أو الراشي. نضيف الخليط كامل أو حسب الرغبة، نترك قليل لتغيير اللون أو الطعم. راح نترك قليل، نضيف باودر كاكاو، ونضيفه إلى باقي الخليط. باستطاعتك إضافة المكسرات أو الكشمش أو أي طعام داخل هذا الخليط. أصبحت الآن طعم الفانيلا مع البرتقال والكاكاو، أكيد يكون الطعام أو راح يكون إن شاء الله الطعام لذيذ. الفرن مثل ما تكلمنا سابقا يكون محمي على 180، وراح نخليه 180 لمدة ساعة. بعد 40 دقيقة فتحنا الفرن، نتأكد من الكيكة، طلعناها من الفرن بعد 55 دقيقة. آخر 5 دقايق كان الفرن على درجة 200، وخليناها تبرد. وهنا قلبنا القالب وطلعت المحروسة. الشكل جيد جدا والطعم جيد جدا والرائحة ممتازة. والحمد لله نجحت معانا. ولا تنسون الدعم والاشتراك. مع الشكر والتقدير، قناة بث مباشر.